صف للسلام توحدوا لأهالي ناحية الشوملي الحبيبة كلمة متمثلة بشيوخ عشائرها ووجهائها الأجلاء يلقيها بالنيابة ممثلهم شيخ الديرة جناب الشيخ علي الشياع. يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فيسر الله عملكم ورسوله والمؤمنين. صدق الله العلي العظيم. الحضور الكريم مع حفظ الألقاب والمقامات والأسماء والعناوين، ضيوف مدينة الشومل الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فضل الله وكرمه وكرم نبيه وآل بيته الطاهرين، نشهد اليوم افتتاح أكبر صرح إنساني تكافلي في العراق. هذا المنجز الذي احتاج فقط إلى 14 شهرا ليكون شاهدا على أواصر وتعب ومثابرة وجهد صانع الأمل وصديق الفقراء ولدنا سيف عباس قطوف، وبمساعدة ودعم الخيرين. إن الفرحة التي ستعيشها مع عائلة اليوم بتوفير سكن لائق لهم ويحافظ على كراماتهم ويصون عوائلهم، ما هو إلا وسام عز وفخر في الدنيا ورحمة ومغفرة في الآخرة. وفي الآخر لكل من ساهم في هذا المنجز ومن عاملين ولكن من ساهم في هذا المنجز من عاملين ومتبرعين، وعلى رأسهم صاحب الفكرة والتخطيط وصاحب الأحلام الإنسانية النبيلة سيف البطل، وما كان الله ينمو. وها هنا اليوم نقف أمام حقيقة في الأمس كانت حلم، عسى الله أن يحقق كل الأحلام ويتم بناء الألف دار وفي كل مكان من وطننا الحبيب. فالعراقيين على مر العصور والأزمان أثبتوا تكافلهم وتراحمهم، وما وصل إليه سيف هذا اليوم إنما يدل على أمرين مهمين، وهما أولا ثقة الناس بسيف بعد أن كان يجمع الألف دينار ويبني ويرمم الدور المتفرقة، أصبحت تنهال عليه ملايين الدنانير لثقة الناس به، وبعد مشاهدة الناس فعله الحقيقي على أرض الواقع. وكان قبل هذه المشروع 100 دار ومدرسة ومركز صحي ودور العبادة ومعهد للتعليم ومركز تجاري متنوع وكافة الخدمات من شبكة مياه ومجاري وكهرباء وتبليط. فقد كان قبلها هناك مجمع ب25 دار سكني وغيرها عشرات بيوت متفرقة في أنحاء مدينة الشوملي، أضاف لها عشرات الدور التي تم ترميمها وملاحق لعدة مدارس حكومية. ثانيا، يدل ما وصل إليه سيف اليوم على وجود الخير والخيرين الكثيرين في نفوس والخير كثير في نفوس الناس الأصلاء والشرفاء، وهذا طبع العراقيين في كل مكان، حتى المغتربين في الخارج الذي قدموا الدعم لهذه المشاريع الإنسانية. ولا يسعني إلا أن أقدم بجزيل الشكر والامتنان لولدنا البطل الشريف سيف عباس قطوف
والشكر موصول لكل من شاركنا هذا الاحتفال الإنساني التراحمي بحضوره وتجشمه عناء السفر. وأهلا وسهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لجناب الشيخ علي الشياع.